سواء كنا بنربي للتجارة أو بنربي للبيت، يبقى إحنا لازم نكسب يا جماعة. إحنا مش بنربي كده وخلاص، إحنا بنربي عشان نستفاد، عشان نعمل فرق ما بين سعر الشراء وما بين الفرخ اللي إحنا مطلعينه في البيت. تمام كده؟ فإن كنت حضرتك بتربي في البيت عشان توفري أكل للبيت، فلازم توفري، لازم تكسبي في الفراخ اللي أنت بتربيها دي. على الأقل بيطلع لك الفرق اللي هو ما بين سعر الفرخ اللي أنت هتشتريه وما بين الفرخ اللي أنت طلعته في البيت، فتحس إن أنت عملت حاجة فعلا. يعني أنا ما قعدتش 40 يوم بربي في الفراخ وفي الآخر مش هطلع حاجة، وفي الآخر ما بستفادش كمان. وإن كنت حضرتك راجل عامل مشروع بتربي الفراخ عشان تستفاد من وراها، عشان تكسب من وراها، برضو نفس الكلام، أنت عاوز هامش ربح. طيب هامش الربح ده أجيبه إزاي؟ قدامنا حاجتين، طريقتين مهمين جدا، لازم نمشي في الطريقتين مع بعض عشان نجيب هامش الربح ده. اول حاجه ان انا بقلل التكاليف على قد ما اقدر. طب ايه هي التكاليف اللي انا بقللها؟ يعني سحب العلف، العلاجات اللي انا بحطها للفراخ، الحاجات دي، الادويه اللي بحطها، والعلف اللي بحطه للفراخ. الفرخ مثلا بيسحب معايا 3 كيلو ونص علف، انا لو نزلته شويه، لو خليته يسحب معايا 3 كيلو علف بس، يا سلام، ده حاجه ما شاء الله، ده حاجه ممتازه. يبقى انا نزلت الفرخ ربع كيلو، نص كيلو، كله ربع كيلو، نص كيلو في الفرخ الواحد. شوف لو عندي 50 فرخ، يبقى انا وفرت على الاقل 25 كيلو شكاره. الشكاره عامله لها 550 جنيه. تمام؟ دي اول حاجه. حتى كمان بالنسبه للادويه، ان احنا بنحاول نوفر في الادويه اللي احنا بنحطها. الحاجه التانيه اللي تخليني برضو احقق ربح عالي، ان انا اعلي على قد ما اقدر في الاوزان. ما هي الوزن الزياده ده مكسب بالنسبه لي. لو الفرخه المفروض تيجي معايا 2 كيلو، ال 2 كيلو دول كده جابوا التكلفه بتاعتي مظبوط، يبقى انا محتاج ان انا اعمل 2 كيلو وربع، اطلع وزن 2 كيلو وربع. ان انا اطلع وزن 2 كيلو ونص، ان طلعت الوزن ال 2 وربع وال 2 ونص، يبقى انا كده عندي ربع كيلو زياده، نص كيلو زياده، يبقى انا كده برضو حققت ربح زياده ان شاء الله. يبقى عشان احقق ربح لازم الاتنين دول مع بعض، ان انا اقلل في التكاليف وازود في اوزان الفراخ على قد ما اقدر ان شاء الله. تمام؟ احنا عندنا خلطتين بنشتغل بيهم كويسين جدا على مدار الدوره، بيظبطوا معانا الحته دي. في خلطه بتشتغل معانا على اننا نقلل في سحب العلف، ودي حاجه فوق الممتازه، وكمان تقلل معايا في سحب الادويه اللي بسحبها على مدار الدوره. وخلطه تانية بتشتغل معايا ان انا اعلي الاوزان على قد ما اقدر ان شاء الله. فخلينا الوقت في الخلطه اللي هنتكلم عليها النهارده، اللي هي بتقلل معايا التكاليف، اللي هي بتقلل معايا سحب العلف وتقلل معايا سحب الدواء. دخلت انا كده في الفيديو على السريع، فنقول الاول بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده الفراخ اللي قدامنا ديت عمرها 25 يوم، زي ما انتم شايفين ما شاء الله، حاجه ممتازه. شكل الفرخ والحيويه والكلام ده احنا بنقوله دايما على طول في كل فيديو. شوف حركه الفرخ بتاعنا، شوف حيويه الفرخ، شوف الكلام ده كله. الفراخ شكلها كويس، حيويتها كويسه، بتجري، بتلعب، بتتنطط، شايل الميه وشايل العلف من قدام الفراخ. وزي ما اتعودنا شايلين الميه او شايلين العلف، يبقى هنعمل خلطه ان شاء الله. خلطة النهارده بقى مميزة جدا، وبتتعمل في أي عمر من بعد الأسبوع الأول، من بعد عمر الأسبوع الأول أقدر أعملها، لأن هي خلطة على العلف مش في المية، وتمشي معايا على طول لحد ما باجي أذبح إن شاء الله. بس قبل ما نقول الخلطة بتاعتنا ونقول مكوناتها والكلام ده، لازم الأول نعمل الحاجات اللي إحنا بنتكلم فيها، اللي لازم ناخد بالنا منها. لازم ندخل نشوف الفراخ بتاعتنا شكلها عامل ازاي، الدنيا عامله ازاي، التهويات، نفتح التهويات طول النهار. النهارده الفرخ عمره 25 يوم، طول النهار الشباك مفتوح على وسعه، ما عنديش مشكله. القبلي والبحري برضه، حتى لو البحر بيدخل هواء افتحه عادي، ما عندكش اي مشكله. طبعا لو بالليل في مشاكل في هواء ساقع الكلام ده، لا، يبقى احنا لازم نيجي بالليل نقوم لمين التهويات بتاعتنا، على اساس ان احنا نامن صدر الفرخ ما ياخدش مننا برد والكلام ده. بالنسبه للفرشه، بنقلب الفرشه بتاعتنا تقليب كويس جدا، زي ما بنعمل كل ما بندخل على الفراخ. لازم كل ما ادخل على الفراخ اقلب الفرشه. الكلام ده ليكي والكلام ده ليك، ان كنت بتربي في البيت 20 فرخ، 30، 50، 100، او لو كنت انت راجل ما شاء الله عندك عامل مشروع سواء في مزرعه او غيره وبتربي كميات كبيره، نفس الكلام يا جماعه. لازم نقلب الفرشه للفراخ كل ما ندخل على الفراخ ان شاء الله. فرشه زي ما انتم شايفينها النهارده عمر 25 يوم، ما اتشالتش، ما اتغيرتش من اول يوم لحد النهارده، لان انا دايما كل ما بدخل بنقلب الفرشه. تمام كده؟ بنقلب الفرشه بتاعتنا يا جماعه كويس جدا، زي ما انتم شايفين الفرشه عامله ازاي ما شاء الله. وعيالة بس يا بس، ده انت كتكوت رخم، ده انت فرخ غتت. وبعدين شايفين يا جماعه ده جير موجود عند اي واحد بتاع بويات عادي، هتروح تقول له انا عاوز شكاره جير، الشكاره تقريبا عامله لك 50 جنيه في الحدود دي. بنيجي على الحتت اللي انت حاسس انها مرطبه بس في الفرشه ولا حاجه،
وبترش الجير. ودي نصيحه مهمه جدا للناس لازم ناخد بالنا منها، ما بنرشش الجير بارتفاع عالي زي ما بيعملوا كده، او ما بترشش الجير وتسيبه على الفرشه، ده كلام في الفاضي هيبوظ لك صدر الفراخ بشكل كبير. لازم يكون التهويات مفتحه، الشبابيك كلها مفتحه والباب مفتوح لما تيجي تحط الجير على الفرشه، وبتسقط ايدك على قد ما تقدر وبترش الجير على الفرشه، وبتقلب بعد كده بخشبه بعصايه باي حاجه الجير في الفرشه عشان ما يطلعش على صدر الفرخ معاك. تمام؟ او انك بتقعدي في وسط الفراخ بايدك كده بترش الجير بالراحه وبتقلبي الفرشه زي ما احنا قلنا. فاحنا ما عندناش اي مشكله ان انت تستخدمي الجير عادي، بس تستخدمي الجير صح، مش اي حد يقول لك هاتي جير تروح تجيب الجير وترشي وتبوظي الدنيا. تمام؟ لازم نتعلم ان احنا نستخدم الحاجه صح، ونرش الجير على الفرشه ونقلبها زي ما احنا عملنا كده بالعصايه. شوف انا عملت ازاي، بقلب كويس جدا بحيث ان انا ما اخليش الجير لما الفرخ يلعب في الفرشه يقوم طالع على صدره ويتعب صدره والكلام ده. مع ايه بقى؟ بكرر تاني، مع التهويات لازم اكون فاتح الشباك والباب عشان العفره والريحه تطلع. وطبعا المفروض ان انا اكون باعد الفراخ، بس انا دلوقتي لان انا بصور له فانا سايب الفراخ موجود، لكن في الطبيعي عمري ما هعمل كده. لازم ابعد الفراخ او حد يكون معاكي بيدخل يبعد عنك الفراخ. في المزرعه نفس الكلام، انت بتبعد الفراخ بتشد باكيه كده ولا حاجه وبتحط بس ايه في الحته اللي هي فيها رطوبه وبتقلب كويس. تمام؟ شايفين الشباك مفتوح قدامكم اهو، فالتهويه تكون مفتوحه باب وشباك وكله. بحط الجير بتاعي بارتفاع قليل، معليش ايده وانا برش الجير، وبقلب كويس جدا وخلاص على كده. واسيب التهويه بتاعتي مفتوحه طول ما انا بقلب، وساعتين ثلاثه بالنهار عادي ما عنديش مشكله. زي ما قلنا الجو كويس بالنهار، هوي زي ما انت عاوز. بكده انا اكون قلبت الفرشه بتاعتي وخليت الفرشه كويسه وتقعد معايا طول الدوره مفيش اي مشاكل. وكمان الحتت المبلله او المعرقه اللي فيها ظبطتها بان انا حطيت شويه الجير والحوارات دي. لو لقيت بقى حته مكلكعه، حته ملبده او مبلطه الكلام ده، بتقوم شايلها خالص من الارضيه وحاطط مكانها شويه نشاره جديده وخلاص على كده. وتعالوا بقى بينا يا جماعه بسرعه على الخلطه بتاعت النهارده اللي عليها الفيديو ده كله. اساسا خلطه النهارده على العلف. تمام؟ هنجيب ان شاء الله زي ما انتم شايفين ادي العلف اهو، 4 كيلو او 5 كيلو علف تقريبا، اللي هي العلفه بتاعتك الطبيعيه، كل علفه بتاخد لها بتاع 5 كيلو. هتحط عليهم معلقه صغيره شطه، ومعلقه صغيره نشا، معلقه صغيره قرفه، ومعلقه صغيره زنجبيل. تمام كده؟ يبقى معلقه شطه، معلقه نشا، معلقه قرفه، معلقه زنجبيل. الكلام ده بقى بنقلبه على 5 كيلو علف تقريبا، بنقلب تقليب كويس جدا. وبعد كده بننزله قدام الفراخ امتى؟ بعد تجويع، على الاقل اكون مجوع الفراخ زي ما قلنا ما بين الطقه والطقه ساعه. طيب تجويع مدد كبيره؟ لا مش محتاج تجويع مدد كبيره، لان احنا اتفقنا ان احنا اصلا هنبتدي بيه من بعد الاسبوع. الخلطه دي ينفع تتعمل من بعد الاسبوع الاولاني، فمش معقول ان انا من بعد الاسبوع الاولاني وكل ما اجي انزل علف هقعد اجوع الفراخ 3 ساعات و4 ساعات. طبعا حرام يعني، ما ينفعش الكلام ده. لكن على الاقل التجويع الطبيعي اللي احنا بنقول عليه اللي هو التجويع الطقه، اللي هو ما بين الطقه والطقه نص ساعه ساعه، وانت كده كده بتبقى مجهزه. طب هو انا لازم اعملها كل مره اجي انزل علف اقوم عامل الخلطه ديت فريش كده؟ لا مفيش اي مشكله. جهز يا عم، جهزي يا ست الكل، عندك جردل، عندك شكاره كامله هتقلب عليها الكلام ده كله، مفيش اي مشكله. يعني ما يجيش حد يقول لي لا ده اصل الخلطه دي ما تنفعش الا الكميات قليله. الكلام ده بنشتغل بيه في مزارع بكميات كبيره عادي، ما عندناش اي مشكله. بس بنعمل ايه؟ بدل ما انا بقول على 5 كيلو، انا قلت المعلقه الصغيره دي يا جماعه 4 جرام او 5 جرام. فانت بتعاير، بدل ما هتعمل على 5 كيلو هتشوف الشكاره ال 25 كيلو تاخد معاك قد ايه، وحط بالمعلقه عادي ما فيش اي مشكله. او لو عندك ميزان بتشتغل بالميزان، هتشتغل على الشكاره، هتشتغل على ال 100 كيلو، هتشتغل على الربع طن. درب ان انت تحط من كل نوع جرام واحد على الكيلو. يعني لو هتحط على 25 كيلو اللي هي الشكاره تحط عليها 25 جرام. تمام؟ اللي هي تقريبا معلقه اكل كبيره. فالعمليه مش صعبه، العمليه سهله خالص، واحنا ما نصعبش الدنيا على نفسنا. يبقى الخلاصه عشان نلم الدنيا دي، لو احنا بنحط لسه الكتاكيت عمر بعد الاسبوع يوم، فانت طبعا خلطه ال5 كيلو بالنسبه لهم كتير قوي كمان، فهنحط على 5 كيلو معلقه 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 من كل نوع، معلقه من الشطه، معلقه من القرفه، معلقه من الزنجبيل، ومعلقه من النشا. تمام كده؟ بقلب كويس جدا وبنزلها قدام الفراخ. طب الفراخ بدات ان هي تسحب مني والفراخ الكبيره، اقلب على الشكاره عادي ما عنديش مشكله. الشكاره تاخد معلقه اكل كبيره من كل نوع. تمام؟
بس بنقلب الخلطه بتاعتنا دي كويس جدا عشان المكونات دي تمسك في العلف. المكونات ده اصلا العلف كده كده بيبقى مرطب بطبيعه الحال يعني، فاول ما بتقلب المكونات دي فيك تمسك فيه عادي، مفيش اي مشكله، مش هتسقط منك في مش هترصب في العلافات ولا حاجه. وحتى لو رصبت عادي بتقوم قلب العلافه تاني في الجديد، في العلف الجديد، ومفيش اي مشاكل. تمام. وبعد كده بنقوم منزلين العلف قدام الفراخ بعد تجويع. بس يا سيدي وبس يا ست، زي ما انتم شايفين ما شاء الله سحب الفراخ في العلف عامل ازاي، حاجه فوق الممتازه. الخلطه دي اصلا بتخلي الفراخ تسحب في العلف بشكل جامد، بتعالج معاك لو الفراخ صدرها تعبان، لو في غبره في الجو الكلام ده كله، لو انت بتقلب مثلا شويه عفره جم في صدر الفرخ قفلوا معاك الفتحات بتاعه التنفس بتاعه الانف، الحاجات دي كلها الخلطه دي ما شاء الله بتخلي الفرخ تلاقيه دايما فايق معاك، بيسحب ميه كتير. سحبه في العلف فوق الممتاز، بيحول معاك العلف اللي بياكله معظمه للحم، ودي اهم حاجه عندي بقى. ده الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، ان الخلطه دي بتقلل معاك سحب العلف بشكل كبير جدا. الخلطه ديت هتقلل معاك في تكاليف التربيه، وده اول محور من المحورين المهمين اللي قلنا عليهم ان هم هيحققوا لك ربح باذن الله في نهايه الدوره، ان احنا نقلل التكاليف، يعني نقلل سحب العلف. وبتقلل معاك سحب الدواء، لان انا زي ما بقول لك دايما صدر الفرخ معاك نضيف، حتى لو جاله دور برد ولا بتاع شويه دواء قليلين بتلاقي العمليه ظبطت معاك ما شاء الله. لان القرفه والنشا والحاجات دي، النشا عندك بتمسك بطن الفرخ، بتخلي الاسهالات قليله، الحوارات دي كلها. فخلطه فوق الممتازه هتقلل معاك سحب العلف. الفرخ لو ياكل 3 كيلو ونص تلاقيه بياكل 3 كيلو بس، وبيرمي معاك وزن عالي عن الطبيعي كمان. يعني مش بتقلل سحب العلف بتسد نفسه، لا هي بتخليه يحول العلف اللي بياكله يستفاد بيه. النشا كده كده بتمسك بطن الفرخ وبتعالج الاسهالات بشكل كبير. الشطه مقوي عام، رافع مناعه جامد جدا، بتحرك معاك الفراخ بشكل جامد جدا، وبرضه بتمسك الاسهالات عند الفراخ. ولو سالت اي حد بتاع مزرعه هيقول لك احنا بنستخدم الشطه عادي. بالنسبه للزنجبيل كده كده حاجه بتحسن معاك الهضم، يعني بتخلي الطير ياكل كويس. تمام. ياكل كويس، يهضم كويس، يعمل الاخراجات بتاعته شكلها مظبوط، مش اسهالات مش سايبه، هتبقى خارجه معاك مكوزه شكلها حلو. تمام. فبتحافظ على الطير بتاعك يستهلك العلف، ياخد الفوائد اللي فيه، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه دايما اسهالات كتير تخليه يخس معاك ويقل معاك والكلام ده. اما بقى بالنسبه للقرفه فهي فيها فيتامينات وفيها معادن بتفيد معاك الفرخ بشكل كبير جدا، بتنظم معانا الهضم، بتقضي على البكتيريا والفطريات. يعني ما شاء الله احنا كده الاربع انواع اللي حطيناهم دول كاننا جبنا دكتور حطينا قعدناه مع الفراخ بيعالج معانا الفراخ، اي حاجه الفراخ محتاجاها بيعملها لها، بتظبط الهضم. مفيش حاجه اسمها عسر هضم، بنستفاد بكل حبايه علف. حبايه العلف اللي الطير بياكلها بيستفاد منها وبيحولها للحم، فكده انا اقلل في سحب العلف، بنقلل الاسهالات. تمام. يعني احنا ما شاء الله الاربع انواع دول بالنسبه لنا دكتور موجود عشان يعالج الفراخ بتاعتكم. خلطه فوق الممتازه يا جماعه، هتعمل معاكم فرق كبير جدا. اي حد هيجربها ان شاء الله هيدعي لي. من بعد الاسبوع الاولاني ولحد نهايه الدوره بنشتغل بيها، ما عندناش اي مشكله، اشتغل بيها في اي وقت. وزي ما قلنا مش شرط ان انت تعمل الخلطه ديت فريش كده جاهزه على طول، لا احنا ممكن نعملها على الشقاره عادي، نعملها على الكميه اللي عندنا من العلف عادي من بعد الاسبوع الاولاني ولنهايه الدوره. ان شاء الله هتظبط معانا وهتاسس معانا الفرخ وهتوفر معانا جامد جدا في سحب العلف وفي سحب الادويه. واحنا كده خلصنا فيديو النهارده. اللي محتاج اي حاجه يبعت لي في التعليقات. والسلام.